الله الله الله. عاشت اناملك استاذ حبيبي. شكرا. خزي انا مخبى هلبت ضر من نوخن باطر ما تغزيل اهد شراره وهلبت بغزايت المنن اديوم الى خان قشانه عود. اعزائنا المشاهدين معنا الان العازف والملحن باسم مطلب. اهلا وسهلا بك استاذ باسم في قناه العراقيه السريانيه. اهلا بكم حبيبي، تحياتي صباح الخير لكل اسره البرنامج وكل مشاهدينا في كل مكان. شكرا جزيلا، احنا جدا فرحانين اليوم بلقائنا معك استاذ باسم. والله انا سعيد بلقائك. شكرا جزيلا. نبدا حلقتنا واسئلتنا طبعا لحضرتك. في البدايه، ما هو الشيء الذي جذبك الى آلة العود من دون كل الآلات الموسيقية؟ آلة العود تعتبر آلة أساسية للملحن، يعني تعتبر الملحن عندما يريد يشتغل نص معين فأقرب شيء إلى أروحه هو العود. يعني أنا أحكي على المستوى الحرفي والمستوى الأكاديمي والجمالي، إنه الملحن أقل تقدير يكون عازف عود، عازف آلة ثانية أخرى. لا يفضل العود لأنه يصير حوار بين العود وبين الملحن من خلال الرابط بيناتهم هو النص. بكل تأكيد. فأكيد تكون هي روحك اللي تشتغل عليها وتطلع إبداعاتك بالنصوص اللي تشتغل عليها. يقولون العود صعبة أو أصعب من بقية الآلات لربما، لأنه تقسيمات مو مثل آلة القيثار أو الجيتار. نعم. ربع تون والى اخره. هذا الربع تون مو ما له علاقه بالعود، هذا بكل الالات الربع تون للموسيقى الشرقيه. الشرقيه اللي يميز الموسيقى الشرقيه هي الربع تون، يعني المقامات اللي بها تحتوي على ربع تون، البيات، الرست، السياقه وهكذا. اما آلة العود ترجم هذه المقامات اللي بها ربع تون، والكمنجه ايضا من الالات الوتريه تترجم. الفرق انه احنا بيننا وبين الموسيقى الغربيه هو هذا الربع تون اللي يميزنا. بكل تاكيد. يعني الغربيين اذا هم معتاده على النص تون ويعني تفاصيل اجزاء الصوت الاخرى. اما الشرقيه، الموسيقى الشرقيه تعتمد ميزتها الاولى على اعتمادها تترجم الربع تون. جميل جدا. احكي لنا عن بداياتك وكيف بدأت مسيرتك في تعلم الموسيقى. نعم. في البداية منذ الصغر. نعم. من كان الداعم الأول في هذا الموضوع؟ الداعم الأول والدي الله يرحمه. الله يرحمه. الوالد كان يعزف رباب. دائما الوالد يكون اي طبعا. اي انا صغير حتى بعدني مو بالمدرسة وانا صغير عندي هذا يعني الولع او الحب للموسيقى. عندما تسمع الوالده تلولي وهكذا. الوالد كان عنده اذن موسيقيه اكيد. كان يغني. الوالد من علي الغربي من العماره، يعني من ميسان، فيستمع لمطربين الريف. هو ريف، فكان فن الريفي. صح. عنده حس حب للغناء الريفي، وكنت اسمعه وانا صغير. اسمع من كلش تمسكت انه داخل حسن وسعد البياتي وناصر حكيم وهذا الرعيل من الكبار الريف القدامى. فالوالد من مواليد 17، فمعاشر هذه الموجه من المطربين الريفيين بالعراق. هو ابن الريف، يعني ابن ميسان، منطقه علي الغربي. وكل شيء تعلقت به وبديت احب الموسيقى من خلال غناء الوالد. خلال جميل جدا. الوالد. وشلون بديت ويا العود؟ يعني انت دوره أنا بالاصل عازف كمان، في مدرسه كمان؟ انا بالاصل عازف كمان، يعني بديت تعلمت الكمان. يعني بديت على الكمان من الصغر بالكمان. من خلال الفتره يعني فتره السبعينيات كانت اتحاد الشباب يفتح دورات في مراكز الشباب لتعلم الموسيقى. فكنا نلتحق واحنا صغار. يعني وانا بالابتدائيه كنت اعزف كمان، يعني شيء بسيط من خلال ما كنت اسمع من الوالد. وصنعت آلة كمان من خشب المعاكس، ويعني هاي بها مفارقات هوايه تصنيع الآلة. وتعلمت وانا صغير، يعني حبيت ان اتعلم الموسيقى وانا صغير. فمركز الشباب دعمني ايضا، والتحقت بعدها تدريجيا من خلال تطور
اللي حسيت به عندي دخلت دورات موسيقيه وتعلمت كتابه النوطه ايضا في وقت قبل لا اروح المعهد الفنون الجميله. المرحله الثانيه معهد الفنون الجميله يعني بعد المدرسه الابتدائيه وتعلقي بالغناء من خلال والدي الله يرحمه ويرحم الجميع. فكنت متعلق بآلة الكمان. ليش؟ لأنه احنا منطقة شعبية، منطقة الشعلة منطقة شعبية صح. مثل الثورة والحرية واحنا بصف اللوخ، فكانوا يجيبون مطربين بالمناسبات اللي عندهم، مطربين الريف، اللي رافقهم المرحوم الكبير عازف الكمان الخبير الأطوار الريفية فالح حسن. فالح حسن من كبار العازفين يعني لا يكرر حقيقة يعني لا يكرر. صح. فكنت أسمع وقلده من قمت تعلمت أعزف الكمان. كنت أطلع حفلات أيضا. أحد الأقرباء والأصدقاء كان يأخذني وأنا صغير، لقى عندي يعني إمكانية أن أطلع حفلات، وصلت إلى هالشيء مستوى. هل كان هنالك صعوبات تحديات في البداية في تعلم العزف لربما يعني من هاي المشاكل مثلا؟ اكيد انت يعني عمر صغير والآلة الكمان صعبه عليك انت تشتريها وسعرها انت ما تقدر توفره وانت صبي مثلا، فتضطر تجمع من مصروفك اليومي الى ان توصل الى ما وصلت الى انه وصل. والتعلم كان صعب يعني احنا اليوم نشاهد انه السوشيال ميديا ويوتيوب وتلفزيون والى اخره. نعم. سابقا كان على تقرا النوتة تقرا النوتة لازم اكو مدرسين ولازم اكو مدرس مراكز الشباب اكثر شيء كانت تستوعب يعني هاي الاجيال اللي تحب الرياضه والموسيقى والرسم والعزف. مراكز الشباب كانت اكثر وكانت متطوره كلش، يعني يوفروا لك الوسائل اللي تستخدمها يعني باي وسيله فنيه، يعني بالتشكيل او الموسيقى او بالمسرح. مراكز الشباب كانت توفر هذه الاشياء. فانا من خلال مركز الشباب تعلمت يعني مراحل متطوره بالنسبه لي وانا صغير من مراكز الشباب. يقال ان هنالك علاقه شعوريه، احساس لما يعزف العازف بينه وبين العود، اكو حوار. نعم صحيح. صحيح. طبعا احكي لك انا كعازف كمان مو كعازف عود، انا العود يعني احنا نتكلم موسيقى بصوره عامه. الموسيقى بصوره عامه الابداع ياتي من هذا اللي تتحدث عليه انت، هو انه اكو ارتباط بين العازف او الملحن والاله والخيال الموجود بذهن يعني العازف او المطرب، وشعوره والموسيقى احاسيسك كلها ترتبط بهذه الخشبه، الكمان او العود او اي اله اخرى تشعر بها، هي جزء من الاشياء، من مكونات جسدك وذهنيتك واحساسك وعواطفك. طبعا العواطف تلعب دور كبير بالابداع، لانه انت من انت تعزف او تغني عواطفك ترتبط بقدرة أحاسيسك وجودتها، يعني مو كل واحد يغني هو يطربك مثلا، أو مو كل عازف تسمع تستأنس إليه. أكو عازفين لا يخليك تتماهى مع ما يقدم لك أو مطرب. صح. فأكيد ما دام هي تجي معك من الطفولة راح تبقى تنمو معك وتدفعك إلى أن تتعلم وتتثقف وتقرأ وتجرب كثير من الاشياء تعيش مع كلها بحاسيسك تصير. بكل تاكيد. اي فالابداع هو هذا، يعني انت عندما تكون ادواتك جاهزه ان تنتج في الموضوع حتى لو شيء بسيط، مو شرط بالتعقيدات باي فن، يعني من ضمنها الموسيقى. فاحيانا عازف بسيط بس تسمع من عنده جمله تاخذ شغاف بقلبك وتخليك، وهكذا مطرب وهكذا فنان. نعم. ولهذا نريد نسمع فشي انت تحب تسمعنا. راح اخليك هاي المره انت تسمعنا وبعدين اطلب انا. اوكي حبيبي، شكرا. راح اسمعك اخر اعمالي، يعني عندي كم عمل، انا صار فتره طويله ما ملحن يعني. انجزت 3 اعمال. نحب نسمع طبعا احد اعمالك الجديده. راح اسمعك واحد من عندهم. هذا النص للشاعر العزيز الغالي عدنان هادي، اخذت تحياتنا له. شاعر من الطراز الممتاز، يعني كل تأكيد. علاقتنا خويه وصداقه. فقريت له نص على السوشيال ميديا واشتغلته انا بخارج العراق، يعني بس
انا ما حبك مثل هالناس هاي، انا احس الله خلقني بس لك، والحواس الخمس قدرهن عليك تيرا، يعني لمن تشتغل هم بس إلك. أنا ما أحبك مثل هالناس هاي، أنا أحس الله خلقني بس إلك، والحواس الخمس قدرهن عليك، يعني لمن تشتغل هم بس إلك. أنا حسن كل بيدك، كل جزء مني يريدك، وانت عايش بي أظل أشتاق لك. أنا أحس الله خلقني بس إلك. جميل، جميل جدا. شكرا بالألحان جزيلا. الجادة، عاشت يعني أناملك وعاش صوتك. حبيب قلبي، تحياتي شكرا جزيلا. لكم طبعا احنا جدا وكل فرحانين الشباب. حقيقة سماع الله هذا الصوت يسلمك. الجميل وهذا حبيبي. العزف الرائع الله طبعا. يحفظك حبيبي. هل هنالك فرق بين العزف على العود وعلى الكمان؟ الفرق الإبداعي في شخصية الفنان باسم أو الملحن باسم. اكيد اكو فرق. انا على الكمان كعازف، عازف، لانه الملحن ما يقدر يعزف كمان ويغني بنفس الوقت، لان المكان وضعيه التقنيه صح. هالشكل. لكنه كآلة اختصيت بها وانا من طفوله كعازف، عاشت مع كل احاسيسي ومشاعري وطفولتي ونضوجي عبر تاريخ عملي مع الفرق العراقيه وحتى بعض الفرق العربيه، وسفري ومع شغلي مع الفنانين الكبار، من كاظم الساهر وانت راجع، يعني تحسب المطربين العراقيين بكل الكبار تأكيد. صح. كلهم اشتغلت وياهم تقريبا. فاكو فرق بين العود والكمان بهذا هذا آلة نقرية، الكمان آلة قوسية. الصوت بالعود مثل ما بالقانون آلة نقرية، يعني العزف بها نقر، تحس بها يعني نقر. الكمان آلة ليجاتو احنا نسميها، الآلة اللي قوس مستمر الصوت به ما يتقطع، مع صح. انه اكو تقنيه البيزيكاتو بالكمان عندما نحتاجها بالتاليف نخلي قريبه على العود او على القانون او على يعني بدون قوس. فالصوت بالكمان الامتداد مستمر، بالعود نقر، بالقانون نقر تسمع هالشكل. هذا ينطيك انطباع الروح اللي تطلع من الاله وطبيعتها. يعني الكمان من تعزف بالقوس وليجاتو يعني الصوت مستمر، تشعر بغير من تسمع العود نقر، يعني ريشه بالريشه وتضرب الاصوات تسمعها متقطعه، لكنه هي بها جماليه وبها، ولهذا تطلع شخصيه العود تختلف عن شخصيه الكمان. هذا صوته مستمر، هذا صوته نقري، يعني على بالريشه يصير. هذا الفرق التقني. اما الروح ابداعيه من روح العازف، من روح المطرب، من روح المغني. في اي موسيقى كانت واي آلة كانت، يعني احنا نشاهد يعني في الكثير من الاحيان آلات غريبة، يعني نعم. يعني الشرقيين ما شايفيها مثلا. صح. بس يعزف مثلا فنان على السوشيال ميديا، نشاهد مثلا على قنوات اكو ابداع، يعزف وابداع يشدك، يخليك خلق، اكو خلق من فكري وفني وجمالي بنفس الوقت. اي آلة تشتغل بها انت متمكن عليها صح. تطلع هذه الابداعات بها، لازم احاسسك بها، لان هي تترجم احاسيسك. من هم العازفون تاثرت بهم بمسيرتك بدايه؟ تأثرت أنا طبعا بداياتي كانت أسمع اللون الريفي، عدا الغناء، العزف. لا كعزف يعني كعزف المطربين الريفي اللي موجودين بالساحة بالفترة السبعينيات وحتى قبل السبعينيات كان يرافقهم المرحوم فالح حسن، عازف كمان
لا يعلى عليه ولا يتكرر، يعني يتكرر يطلع واحد مثله الله مثلا. يرحمه. كان هذا الرجل ما تشعر الآلة بيده خشبة أو نحاسية أو شيء، تشعر أكو دم ولحم يشتغل وإحساس ومشاعر. إمكانية، هو إمكانية، هو عازف فراقي جدا. وتعلمنا منه، كنت أسمع أنا هواية. تعلمت بدايتي أعزف ريفي يعني. جميل. بعدين من دخلت مع الفنون الجميلة بدينا يعني لازم تواكب الدراسة الأكاديمية وعلم الجمال وفلسفة علم الجمال. طبعا لازم طبعا لازم اكيد. تشتغل عندك لأنه أنت صرت أكاديمي، مو طبعا على أكيد. الفطرة. بدينا بالفطرة ولا انتهينا الفطرة والأكاديمية تشتغل مع بعض. اكيد اكيد. هنالك فنانين لربما الكثير من الفنانين ذكرت اسمائهم، انت تعاملت وياهم ولحنت للمطربين العراقيين نعم. الكبار. نعم. هل تربطك علاقة صداقة مع أحد الفنانين لربما أكثر من بقية الفنانين؟ من هم مثلا؟ والله هم كلهم اشتغلت معاهم المطربين العراقيين، وكلهم أحبابي وتعلمت من عندهم، أقدم من عندي هم بالعمر الفني. احنا وعينا شفناهم بالساحة. كنت أعشق صوت عباد العماري كمطرب ريفي، وفرج وهاب، وكثير من هذا من نفس الموجة اللي فوقتهم. وكنت أقلد فالح حسن العازف الكمان الريفي اللي كان يرافقهم. هذول اللي كانوا يشدوني في المرحلة الأولى يعني. بعدين بالدراسة لا اختلفت الدراسة، نسمع عبود عبد العال على المتمكنين على آلة الكمان بالتكنيك، وسلمان شكر من العراقيين في خماسي مع الفنون الجميلة اللي كان يعرض بالتلفزيون. 5 عازفين من الأساتذة الكبار يقدمون تراث وفلكلور الموسيقى العراقية. ذولا اللي تأثرنا بهم بكل تأكيد. فرح يهل الفرح أو لا لا، كانت ذكرتي قبل قليل في الكواليس، مو هاي، يمكن أغنية أخرى للفنان الكبير يقولون غني فرح. يعني أنا ما حقيقة مو هواي حافظ من الأغاني، حتى لو نسمع دندنة منها احنا ما عندنا مشكلة. يقولون غني فرح وانا الهموم غنايبها مزرعوني ومشوا وعزوا علي الماء. يقولون غني فرح وانا الهموم غنايبها مزرعوني ومشوا وعزوا علي الماي. نوبا ونوبش تايه بنص درب، تايه واخذني الهوى ولا رايحي ولا جاي. يقولون غني فرح، يقولون غني فرح. عاشت ايدك. وطبعا تحياتنا لا بالعكس حبيبي. جميل جدا يعني صوتك وعزفك، احنا يعني ان الشرف. طبعا تحياتنا الكبيره والحاره لفناننا العزيز المطربنا الكبير الثمانينات اللي هو قحطان العطار، من اجمل الاصوات العراقيه. طبعا تحياتنا الى اينما كان يشاهدنا الان. استاذ باسم، من هم المطربين ذكرت لي والموسيقيين المطربين العرب نعم عدا العراقيين تأثرت بهم كمصر مثلا، كالمصريين العازفين المصريين في بداية مسيرتك أو يعني لحد الآن تحب تسمعهم؟ أكيد الفنانين المصريين عالم، يعني احنا ذكرنا مصريين طبعا لأنه مصر مدرسة حقيقة كل الفنون، يعني في السينما والمسرح والموسيقى واحنا بدايتنا عمرنا كان يعني نسمع بفترة عبد الحليم حافظ كان موجود. عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، بداية عبد الحليم حافظ. نعم من البداية أنا كنت أسمع الفنانين المصريين
بدءا من فريد الأطرش وعبد الحليم والمطربين الآخرين في الفترة اللي كانوا موجودين مع الفنان المرحوم عبد الحليم حافظ. تأثرنا بهم. عبد الحليم كان يعزف؟ عازف خريج موسيقى هو، وعازف يعني نشاهد دائما فيديوهات والافلام فريد أطرش يعزف العود ويغني. نعم. بس لربما قليل عبد الحليم. عبد الحليم ممثل ظهر على الشاشه اكثر من فريد، ولا هو عازف ابوه آلة هوائيه بالاوركسترا تشتغل هذه الآلة معروفه، ورجل مبدع بها الله يرحمه. الله يرحمه. كان ظاهره جميله، ظاهره يعني كصوت واحساس كبدايه. اكيد. فكان عازف ابو، عازف آلة هوائيه تشتغل بالاوركسترا، من الآلات الاساسيه في التوزيع الهارموني للبناء الاوركسترالي. والالحان احنا نشاهد دائما الالحان المصريه الاختلاف بين الاغاني العراقيه القديمه والاغاني المصريه، انه موسيقى كانت في مقدمه الاغاني المصريه موسيقى طويله جدا. نعم. يعني ام كلثوم وبقيه المطربين، عبد الوهاب. هل انتقل هذا الشيء الى العراق او بقت احنا بس مجرد احنا عندنا الاغاني مالتنا تختلف لربما مثل ما كانت اغاني ناظم الغزالي؟ نعم. الله يرحمه. فهاي الخاصيه العفو يعني نعم. هاي الخاصيه، هل اكو صار تناص، صار اخذ وعطى بين اختلاف ثقافات اكيد من خلال السمع. طبعا كان السمع عن طريق الاذاعه، وتعرف الاذاعات محدوده، كاسيت اي، فهم ظهروا بهاي الفتره اللي كانت التقنيات يعني الموجوده مو مثل هسه، فكانت عن طريق الاذاعه كل موجه اذاعه لكل محطه عربيه، فكنا نسمع الاغاني المصريه من خلال الراديو المصري، وبعض الاغاني والافلام اللي وصلتنا انبثت على التلفزيون بها اغاني لهذا المطربين اللي كانوا بذيك الفتره. فاكيد احنا نسمع ونتاثر، هي مساله طبيعيه، لكنه تختلف عن هذا الوقت الحاضر. كانت الاغنيه الطويله من مصر، بدت الاغنيه الطويله يعني اغاني. هل اندثرت الاغنيه الطويله؟ نعم اندثرت في الوقت الحالي يعني. في الوقت الحاضر اندثرت اكيد، لانه اولا تعدد المحطات وعالم السرعه اي، وعصر السرعه، وبعض الاعمال تشوفها باللحظه تسمعها وتنساها، اغاني قصيره، واكو يعني اختلاف في بناء الاغاني والموسيقى اللي ظهرت مع الموجه الحديثه. قبل كان يقولون انه فتره عبد الحليم وام كلثوم صار اكو حداثه بالاغنيه، حداثه يعني كبيره جدا يعني. نقله، نعم نقله يعني بنوعيه نوعيه وكبيره جدا، بنوعيه الناس وبنوعيه الغناء. الاغنيه الطويله بدات تعدهم، فتحتاج الى فكر ذهني وجمالي للملحن. انت من تسوي اغنيه طويله لازم تسوي لك مقدمه تغني النص قبل ان يدخل بالغناء، تمهد له. يعني انت من خلال مقدمه الاغنيه والعزف انت تحاول تجذب المستمع. المطرب اول شيء، المطرب توظف له مقدمه طويله راح يعيش اللحن. واحنا طبعا عايشين هذا الشيء باغاني ام كلثوم يعني. حقيقه احنا في الموسيقى من نسمعها انه تريد تكمل الاغنيه كلها يعني. المقدمه لوحدها عالم اخر بكل تاكيد. ولهذا تكون انت متسلسل مع سماعك لام كلثوم او عبد الحليم او فريد، الاغاني الطويله اللي عند فريد. فاكو علاقه انه البناء للمقدمه الموسيقيه يوحي لك الفرشه انه شلون حيدخل المطرب، شلون حيقدم لك، يكون متغذي ذهنيا جماليا، وحتى يبدع بالغناء. كعازف عراقي، نعم، ماذا يعني لك ناظم الغزالي؟ ناظم الغزالي اختصار لكثير من الالوان الغنائيه العراقيه، من المقام العراقي الى الاغنيه الشعبيه. هذا الرجل يعني ملكه بصوت تخلينا نجبر نسمعها باستمرار. بكل تأكيد يعني. ما عقد الاغاني العراقيه والمقامات، جابها بطريقه تدخل الى ارواحنا الى المتلقي والى قلوبنا بدون استئذان، بدون يدخل قلوبنا بدون استئذان، وهي تسمعها انت بالمقام العراقي والاغاني الشعبيه، بس تلقاها هنا عند ناظم الغزالي الله يرحمه عنده يعني خصائص معينه لا يملكها الاحد، خصائص ما موجوده لحد يعني. الان يبقى هو النمبر 1 للاغنيه العراقيه اللي من بعدين حضوره على يعني سمع الصغير قبل الكبير يعني. نعم، معروف. نعم. سمعنا شيء عن ناظم الغزالي على اغاني
يم العيون السود ماجوزا أنا، والعيون السود ماجوزا أنا، خديك القمر أنا تريق منها، ولونيك الخمري سحر لقلوبنا، والعيون سود ماجوزا أنا، والعيون سود ماجوزا أنا، وخديك القمر أنا تريق منها، ولونيك الخمري سحر لقلوبنا. هذا ما حافظ له هواي أنا حقيقة، يعني ما أريد أقحم نفسي كمطرب لا، بس هذا ناظم الغزالي، يعني ناظم الغزالي يدخل القلوب، حقيقة يدخل يعني الأذهان، سفير الأغنية العراقية في ذلك الوقت يعني لحد الآن. لحد الآن احنا هو الأول كسفير الأغنية العراقية، وصل للأغنية العراقية خارج البلد بطريقة جمالية صحيح. خاصة جدا يعني ما تكرر بكل تأكيد. يعني احنا يعني فخرنا واعتزازنا بالفنان الكبير هذا شيء كبير بالنسبة للثقافة العراقية، أيقونة في الفن العراقي. نعم بكل تأكيد. نعم. هل جربت تأليف مقطوعات خاصة بك؟ إيه عندي مؤلفات موسيقية خاصة سجلت؟ لا عزفناها بحفلات مثلا، وأنا عندي استوديو مسجل قسم من عندها بالاستوديو مالتي بالبيت، واعتز بها، ويعني وعندي نية أنه أنتج ألبوم موسيقي. طبعا احنا جدا مستمتعين حبيبي قلبي، بس الوقت حقيقة داهمنا. الله يسلمك. ودائما الفنان والمطرب والملحن والشاعر حبيبي قلبي الوقت يمشي وما تحس بيه. ما نحس بيه اكيد. تمام. رسالتك للفنانين الجدد والعازفين والشباب الذين يدخلون هذا المجال طبعا. والله حقيقة من خلال تجربتنا العمرية والأغنية العراقية بصورة عامة أكيد. نعم يراد نسمع باستمرار الألوان العراقية عبر التاريخ اللي فات، ونحلل هذه الألحان ونحلل النص حتى من نبني بطريقة جديدة، لكنه تستلهم الروح والإبداع والجمال من ما سبقنا. بكل تأكيد. هو بكل الوسائط، يعني حتى الموسيقى والأدب لازم تسترسل من السابق، يعني لازم تقرأ ولازم تسمع أكيد. ولازم تحلل، تثقف نفسك موسيقيا. بالضبط. الثقافة مطلوبة، يعني الثقافة الموسيقية مطلوبة، والتربية السمعية للموسيقي ضرورية جدا. دراسة. اي دراسة. نعم دراسة. شكرا جزيلا. حقيقة جدا مستمتعين كنا. الله يسلمك حبيبي. شكرا. الوقت داهمنا، وإن شاء الله ما يكون لقاء أخير، يعني إن شاء الله حبيبي. أخرى. نختم بأغنية. زين. أحد ألحاني نص الشاعر عباس عبد الحسن، من أحد أصدقائي، كلهم من الشعراء أصدقائي، وتحياتي لكل الشعراء والملحنين والمطربين وأصدقائي. أكيد. فنسمع جزء من عندهم. نسمع. أرجوك ابقى وياي الليلة، قلب الحبك ما ظل حيله. أرجوك ابقى وياي الليلة، قلب الحبك ذايم حيله. ما أحمل صدقني هموم آخر يوم وياك، هاليوم وباكر كل من حمله يشيله. أرجوك لا ترفع يم عين الشراك، أنا ذوب بيوم وداك. لا ترفع يم عيني شراك، أنا ذوب بيوم وداك. ذني عيوني لجلك يعمن، لو ما ابكي لك ابكي المن، ولك يا والغيرك يسوى بكينا. أرجوك وياي الليلة، قلب الحبك ذايب حيله.
ما أحمل صدقني هموم آخر يوم وياك هاليوم وباكر كل من حمله يشيله أرجوك أرجوك. شكرا جزيلا وعاشت الأنامل باسم ملحننا العزيز والقدير وعازفنا القدير باسم مطلق.